مما لها علاقة أكثر من بالقوى السياسية أو الحزبية المنظمة. عندنا ملف الأمن، ملف المحليات، ملف المجتمع المدني، ملف الإعلام، ملف البرلمان، ملف الفساد، وهي ملفات زي ما قلت هي الأكثر التصاقا بالناس، وهي الأكثر ارتباطا بالعمل من القاعدة، على نحو يساعد على رد الاعتبار لمفهوم السياسة، بأن السياسة ليست هي فقط صراع على السلطة للوصول إلى يعني سلطات الحكم، ولكن السياسة هي القيام على الأمر بما يصلحه أيا كان مناط السلطة، وأيا كان القائم على السلطة، وأيا كانت مؤسسة السلطة، لأن السلطة من مفهوم حضاري هي منتشرة بانتشار الأمة وبانتشار واجب التكليف وواجب المسؤولية للجميع. فهذا هو ما نأمل أن يتحقق. وبالتالي الجديد في فكرة هذا المؤتمر ليس البحث التقليدي الذي بحثنا كثيرا ولدينا تراكما معرفيا كبيرا فيه، ولكن الجديد هو كيف نستطيع أن نصيغ برامج وخطط عمل لتحول الفكر إلى رؤية واستراتيجية وإلى برامج وخطط عمل تمثل مجهودنا ومقترحاتنا على أقصى، على شريطة أن يتم توصيل هذا إلى من بيده صنع السياسة واتخاذ القرار، والأهم للرأي العام وللناس لتستفيد. والمنتج النهائي لهذا الأمر عبر 6 أشهر الأولى هو انعقاد مؤتمر كما هو معروف، وسيكون بإذن الله في يوليو قبل شهر رمضان المعظم، ويعني يسبقه مجموعة من حلقات النقاش كما هو موضح على موقع المؤتمر في كل ملف من الملفات يجتمع على صعيدها أهل الفكر وأهل الخبرة وأهل الرأي وأهل صنع السياسة، فضلا عن فعاليات إعلامية لتغذية الرأي العام بالمنتجات وإدارة حوار مجتمعي حول هذه القضايا. آخر نقطة حتى لا أطيل على حضراتكم، إذن هذه الفكرة لماذا التدشين وما معنى التدشين؟ التدشين هو أن نعلن عن هذه الفكرة للإعلان، للانفتاح والتواصل، وليس الاشتباك أو الشهرة. أستاذنا الدكتور حامد الموصلي كان ليس يعني من غير المرحبين من أعضاء مجلس الأمناء، لأن احنا عملنا حوار ديمقراطي حول هذا الأمر، نعمل تدشين إعلامي ولا لا. كان من الرافضين لفكرة التدشين الإعلامي على اعتبار أننا احنا نريد إنتاج فكرا مستقلا حضاريا فعلا، وليس اشتباك مثل الاشتباكات الجارية على الأجهزة الإعلامية بمختلف أشكالها، والتي تشتت ولا تقرب، والتي تبدد ولا تراكم، وليس هذا غايتنا على الإطلاق. الغرض أيضا من التدشين الدعوة للمشاركة والاصطفاف حول الفكرة وحول المجهود وحول العمل. الغرض من التدشين هو تحقيق التراكم والاتساع والتعميق لنكون نواة لجماعة وسطية تستطيع بالفعل أن تتجاوز كل الثنائيات بين الفكر والحركة، بين التخصصات المختلفة. نحن لسنا أساتذة علوم سياسية فقط على الإطلاق، معنا من كل التخصصات وفق قائمة أعضاء مجلس الأمناء من الكبار ومن الشباب من المفكرين ومن الناشطين، لنتراضى حول ملامح رؤية للتغيير الحضاري نعرفها جميعا ونتلمسها جميعا، ولكن نريد أن نصيغها في أمور محددة. وبالفعل صغنا مبدئيا ورقة أسميناها رؤية في مرجعية التغيير الحضاري، وكل ملف من الملفات بيبدأ عمله بصياغة رؤية. ماذا نريد في هذا المجال؟ ماذا نريد أن نصل إليه؟ يعاب على برامج مرشحي الرئاسة أمر من الجميع أنهم ليس لديهم رؤية مستقبلية لما يجب أن تكون عليه عليه مصر
الحلم، الإبداع في هذا الأمر مهم جدا. أخيرا، التدشين الآن لماذا؟ قيل أن هذه ليس لحظة مناسبة للتدشين مع مع عملية الانتخابات أو الحملات الانتخابية والتنافس الانتخابي الذي نعتبره علامة صحية جدا في مسار التحول الديمقراطي المصري، واختبار لقدرة هذا الشعب على أن يميز ويختار، شريطة أن تكون عملية الاختيار نتائجها أو نزيهة وشريفة ولا تتعرض لأي تزييف. وكفانا ما جرى طوال الأشهر الماضية من محاولات للالتفاف على عملية نقل السلطة في وقتها. وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية محتاجة إلى قدر كبير من المصالحة، قدر كبير من الرضاء العام، قدر كبير من التمكين للجديد من النخب والقيادات والأفكار. كان هناك اقتراح أن يكون هناك آلية للحوار المستدام بين القوى السياسية حول عملية المصالحة الوطنية، وهناك آلية لتمكين الشباب، وهناك آلية أخرى بس لم نرد أن نعلن عنها هذه المرة للقاء ثاني، آلية لتفعيل الحوار الجاد حول قضية السياسة الخارجية والأمن القومي المصري المغفلة إغفالا كبيرا حتى الآن في كل ما يطرح من نقاشات حول مستقبل الثورة ومستقبل مصر مع الثورة، فضلا عن ملف ثاني اقترحنا منذ شهر ضرورة أن يبدأ النقاش الجاد حوله، وبالفعل بدأت كده شوية تلميحات، وهو كيف نوجد آلية لطرح النقاش حول العلاقات المدنية العسكرية ووضع المؤسسة العسكرية في المجتمع والدولة في مصر الثورة. وهذه قضية هامة إن كنا نتغافلها علنا، ولكن آثارها ملموسة وتداعياتها ملموسة في كل ما أصاب المرحلة الانتقالية، وتحتاج إلى مناقشة. ولكن الآليتين الثالثة والرابعة ليس موضعهما الآن، ونقتصر على آلية الحوار المستدام كما سيقدمها الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وآلية تمكين الشباب، وهي موضوع الندوة التي ستنعقد بعد هذه الجلسة الوطنية. هذا المؤتمر المصري على النحو الذي قد حاولت أن أقدمه ليس من بناني أفكاري، ولكنه نتاج جهد جماعي وعمل دؤوب. الحقيقة أشكر كل أعضاء مجلس الأمناء على بلورته، والأستاذة الدكتورة باكينام الشرقاوي المنسق العام لهذه الفكرة، والأستاذ مدحت ماهر المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية، وهو أيضا المنسق، فضلا بالطبع عن الفريق التنفيذي والفريق الإعلامي الذي سيتضامن مع جهدنا العلمي في محاولة إيصال الرسائل إلى الأستاذ أحمد زين والأستاذ جلال والدكتور مروان مصطفى. كل هذا كما قلت لنحقق الأهداف التي تحدثنا عنها ونأمل أن تتحقق، ليس بفعل أو تفكير مجموعة في مركز الحضارة أو مركز الدراسات الحضارية، ولكن كما لدينا من أعضاء مجلس الأمناء حتى الآن ومجلس الخبراء الشديد النشاط الحقيقة، ولكن ليس قدر في جانب كبير منه. هذه قضية من القضايا التي نريد أن نتصدى لها، معنى الإتقان ومعنى العطاء ومعنى المبادرة
ومعنى الفاعلية، الفاعلية اللي لا أتكلم فقط ولكن أعمل وأتقن في وقته وبنظامه وفي مكانه وبالقدر الذي هو مطلوب منه. من هنا يتحقق النجاح والفعالية، سواء في إطار شبكي متفاعل أو سواء في إطار تنظيمي هيكلي مؤسسي تراتبي في تنظيمه. شكرا لحضراتكم، وأسفة إذا كنت أطلت، ولكن الكلام في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يجعلني أشعر أن هذا مكاني وهذا بيتي قبل أي شيء آخر. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.